هيجي في الامتحان ولازم نكون ضامنينه، فكله يقفل فيه. هزعل قوي منكم لو ما حدش حل السؤال صح. عاوز تحت ايه؟ هنا كان عاوز قيمة الرقم، اما هنا عاوز القيمة المكانية. يعني ايه قيمة مكانية؟ القيمة المكانية قلنا يعني مكان الرقم. هنا ألف عاوز 2574، عاوز 5. 5 فين؟ أحد، عشرات، مئات. نكتب هنا يلا ركزوا معانا، هنكمل التدريب التاني. مئات. طيب باء هنا عاوز ايه؟ عاوز 2. فين 2؟ أحد، عشرات، مئات، يبقى 2 مئات. أحد، عشرات، مئات. جيم 4، 7، 8، 9. هو عاوز ايه؟ عاوز السبعة. السبعة دي كام؟ هنا في العشرات، يبقى هنكتب عشرات. د 3426. هو عاوز ايه؟ عاوز 6. 6 أول رقم، أول رقم في خانة الآحاد. ه 8265، 90، عفوا 95. 8 دي فين؟ هنا ألوف. هنا 5310. هو عاوز الواحد. الواحد فين؟ في العشرات. شطار. كده عرفنا قيمة الرقم والقيمة المكانية. 5 و6 ده تدريب في البيت، عشان قلنا ايه؟ التكرار يعلم الشطار. هنا عاوزين نعرف ازاي بنكون اكبر عدد واصغر عدد مكون من 4 ارقام مختلفة. الرقم بيقول 3، 8، 1، 7. تعالوا كده مع بعض نعمل الرقم واحدة واحدة. ركزوا معايا. لو عاوز اكون اكبر رقم من الرقم اللي في المثال، هيختار هنا هي الاول 8، بعدين ناخد 7، 3، 1. والاصغر بدأ من اصغر رقم من اليسار هنا وكتب 1، 3، 7، 8. يعني لو عاوز تكتب اكبر رقم من اي 4 ارقام مختلفة، هنكتب من اليسار من اكبر رقم الى اصغر رقم. ولو طلب منك اصغر رقم من عدد مكون من 4 ارقام، هنكتب برضو من اليسار من اصغر رقم الى اكبر رقم. طب لو في صفر، هنا الموضوع يختلف. لو في صفر عند تكوين العدد لاصغر رقم، ما ينفعش نكتب صفر باليسار، لان اليسار كده ما هيبقاش ليه قيمه. فهنكتب اصغر رقم بعد الصفر. ماشي. هنا زي كده، هنا 2056. لما حاول يكتب اصغر رقم كتب الصفر، بس ما ينفعش لانه مش معانا، لانه بقى 256. فين الرقم الرابع؟ فعشان كده هنكتب اصغر رقم قبل الصفر في الرقم المكون عندك. هنشوف التدريب اللي معانا، هشوف مين يحل معايا ويجاوب معايا، مين اللي مركز الشاطر معايا. ألف عاوز أكبر عدد هو عندنا 5، 7، 1، 4. مين يقول لي هنا ايه هو أكبر رقم؟ 7. أيوة 7. وبعده 5. شطار. فين؟ ما هو كده من اليسار. 4، 1. طب أنا عاوزة من الرقم ده أصغر عدد مكون. هنبدأ من فين؟ من هنا، من اليسار. وهنكتب ايه؟ هنكتب أصغر رقم.
ايه هو اصغر رقم؟ 1، وبعدين 4، وبعدين 5، وبعدين 7. ب معانا 9 2 6 1. عاوزين اكبر رقم، اكبر عدد من الرقم الاربعه. 9 هنكتب 9 الاول، وبعدين مين ايه 6، وبعدين و2، وبعدين 1. اصغر عدد هو ايه؟ هو اصغر عدد 1. نكتب 1 الاول، وبعدين 2، وبعدين 6، وبعدين 9. ده سؤال سهل يعني ما يعديش من ايدك خالص. ج اكبر عدد من 5 4 1 3. اكبر رقم ايه؟ 5. نبدأ بالخمسة، بعدين 4 شطار، بعدين 3، بعدين 1. عاوزين اصغر رقم من الرقم اللي فوق. هنبدأ بالواحد، وبعدين بالثلاثة، وبعدين 4، وبعدين 5. د أكبر رقم، أكبر عدد هو من أرقام 8 7 1 9. أكبر واحد 9، اللي بعده 8، واللي بعده 7، واللي بعده 1. أصغر عدد من فوق هو هتبدأ من هنا وتكتب العكس، يعني كده نبدأ 1 و7 و8 و9. خلاص أنا اتعودت، خلاص أنا عرفت، خلاص أنا اتعلمت. ه أكبر عدد من 5 6 2 6. نكتب ايه؟ 6 طبعا. ايه هنا بعده ايه؟ فيه هنا مين يقول لي؟ مين يقول لي؟ 6 برضو. تاني 5، تاني 2. شطار شطار شطار. اصغر عدد هو هنعكسها، نكتب اصغر رقم 2 5 6 6. واو عندنا عاوز اهو الصفر. شوفنا الصفر اهو. شوف هنعمل ايه؟ اكبر عدد هو من 4 0 1 9. طبعا هنكتب 9. الموضوع السهل بالنسبة للأكبر، لأن هنبدأ بالكبير مش هنبدأ بالصغير. 1 4 1 0. أصغر عدد هو مين هيقول لي؟ نكتب صفر؟ نكتب هنا صفر؟ لا ما ينفعش. هنكتب أصغر رقم بعد الصفر في الأرقام اللي عندنا 1، وبعدين الصفر، وبعدين ايه 4، وبعدين 9. السؤال ده بالنسبة لك مضمون، تاخد منه 10 على 10. 8 ده تتدربوا عليه في البيت، واجب تعملوه، عشان كل ما تتدربوا كويس وتكرروا كويس هتكونوا شطار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الدرس الجاي مع مس نور.